السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهد، أهلا بيك في الفيديو رقم 14 في الفروق الدقيقة في اللغة الإنجليزية. أنا عامل لك سلسلة بتفرق لك ما بين كلمتين متشابهتين. طيب النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة عندنا روب وستيل. تفتكر ان يسرق ويسرق في فرق ما بينهم؟ صدقني هتغير مفاهيمك دلوقتي، لان في فرق كبير قوي وان الكلمه ممكن تفرق في المعنى. طب تعالى نشوف مع بعض. خد بالك، اول حاجه على الشمال روب هي بيسرق، لكن شخص او مكان، فهنا في ضحيه. لما نركز على الضحيه هنقول روب. يعني انا بسرقك فهقول روب، بسرق بنك هقول روب، بسرق مجموعه معينه هقول روب. طيب لو عايز اركز بقى على الحاجه اللي اتسرقت نفسها فهقول ستيل. عايز اركز على فلوس، موبايل، ايا كان اللي هيتسرق، الشيء نفسه اللي هيتسرق هنقول ستيل. طيب ما تيجي نشوف مثالين مع بعض او كم مثال كده عشان الصورة تبقى اوضح. يلا بينا. طيب اللص سرق البنك، فهنا البنك ده ضحية، ركزنا على المكان اللي سرق او الشخص اللي سرق فهناخد rob، والماضي منها robbed، فهنقول the thief robbed the bank. اللص سرق البنك. طيب عايزين نقول هي اتسرقت وهي راجعة للبيت، فهنا ركزنا على الضحية وهي البنت فهنقول she was robbed on her way home. البنت اتسرقت وهي راجعة للبيت، فهنا مبني المجهول فعشان كده قلنا was robbed. طيب لو هنركز بقى على الشيء نفسه هنقول ستيل. زي ايه؟ هو سرق موبايلي، موبايلي اتسرق فهنقول he stole my phone، هو سرق موبايلي. طيب عايزين نقول حد سرق محفظتها، wallet يعني محفظة. يسرق ستيل الماضي منها سرق stole، فهنقول someone stole her wallet، شخص ما سرق محفظتها. طيب ما تيجي بقى اديك اخر حاجة مثال يجمع بين الاتنين مع بعض، يركز على الضحية ويركز على الشيء اللي اتسرق في نفس الوقت، فهنقول they robbed the man and stole his watch. هما سرقوا الرجل فالرجل ضحية عشان كده قلنا robbed، وسرقوا الساعة فركزوا على شيء عشان كده قلنا steal الماضي منها stole. والسلام عليكم واشوفك في فيديو جديد.